دي اشطوطه بالكريمه تقريبا ولا ايه دي؟ تعالى كده. كانت هتقع كانت هتقع كانت هتقع القشطوطه، كانت هتقشطط الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سامو. زي ما قلت لكم دخلتوا المملكه بمزاجكم، هتخرجوا منها بمزاجكم، بس قبل ما تخرجوا من المملكه ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا كلنا على البحر بنحب ناكل وبنحب نشرب وبنحب نحلي، والدنجله اللي بنعملها واحنا ماشيين على البحر، فقلنا النهارده ناكل ونحلي. طيب هقول لكم على المحل اللي انا حليت منه، محل بلبن يا جماعه، الحمد لله اللي في محطه الرمل، لحقته قبل ما يولع الحمد لله. وانت في محطه الرمل عايز تاكل بلبن، اطلع مد الخطوتين شويه على الانفوش يا ريس، هتلاقي الفرع هناك وزي الفل. ما عجبكش بصبرك الجميل واطلع على الخليج، على الاقل هناك بيحطوا المكسرات بالكبشه. المهم فقلنا ندخل ناكل الاول كبده الاسكندراني. طبعا احنا عارفين الكبده الاسكندراني جميله جدا وايه حرشه كده. فدخلنا على محل اسمه رغيف كبده، المحل ده ما بين القائد ابراهيم وما بين محطه الرمل. يا ترى هيطلع حلو ولا وحش بقى الكبده؟ انا مش عارف. هي تجربه بقى في كشري التحرير. كشري لا التحرير ايه ده؟ كشري الهرم. الهرم بس ايه اللي جابه في اسكندريه في محطه الرمل ومع رغيف كبده. رغيف كبده ده اول مره اجربه. ايه نوع الحيوان الله اعلم، بس اكيد هيبقى حلو. ايه نوع الحيوان اللي مأكول بس مش عارف. هي تجربه ورزق ورزقك على الله. خليكم معايا واحده واحده ربنا يسترها بقى. وهنا يا باشا البهارات نزلت والتوابل نزلت والحبشتكنات نزلت والكبده نزلت لنا يا ريس. طبعا عارفين الكبده الاسكندراني الفلفل بس، مفيش بصل بقى ومفيش الكلام من ده، هي كبده بس كده في السندوتش ومعاها حته الليمون وحته الفلفل، وكان الله بالسر عليم. اما بقى يا ريس احلى ما في الليله كلها السجق. كانت خلطه السجق بقى فلفل الوان على بصل كده على طماطم على حاجات حبشتكنات موجوده. المهم يا ريس بقى سندوتش السجق ده ب 15 جنيه، وسندوتش الكبده ب 7 وب 10. انا اتفزلكت وقلت له ادينا ب 10 يا ريس. المهم نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون صاحي ولا ايه؟ الليمون مش عايز يثبت. الليمون صاحي الليمون صاحي. صار مع عصره الليمون كده على الكبده بقى الاسكندراني يا باشا، ونقول بسم الله ويلا اديها يا معلم. وهوبا يلا قول لي بقى رايك يا كبير. بسم الله بيستطعم لسه، هو بقول يعني لسه، بس الكبده لا حلوه. الكبده بصراحه بتاعتهم حلوه، لا مفيش كلام. الكبده الاسكندراني معروفه تاكلها في اي حته هتستطعمها، بس عند محل رغيف كبده اللي هو موجود قلت لكم بين محطه الرمل وقائد ابراهيم على الكورنيش، لا طعمها حلو طعمها حلو. قلت بقى اخش بقى على المعلم اللي ايه ريحته اصلا كانت مفحفحه في مناخيري، ريحه السجق اصلا كانت كده مش هيصاني، فقلت اكل الفلفل، بس انا خايف اكل الفلفل. اجرب الفلفل ده بس تاني. فقلت اكل الفلفل مع السجق بقى، يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناكل بقى كده. بسم الله الله اكبر. اديها قرن الفلفل التمام، وحوح يا ريس وحوح، واديه سلم لي على بواسيرك. بصراحه سندوتش سجق عالمي، بصراحه طعم السجق عندهم خرافي ملوش حل. فعلا انا بحييهم على السجق، السجق جميل جدا، حتى انا ما كنتش قادر اقاوم واسيب السندوتش بتاع السجق. المهم يا ريس بقى اديها شويه بطاطس كده سخنين نازلين مقرمشين. الراجل قال لي همس عليك بقى بحاجه، سندوتش مخ بالزبده. قلت له انا ما اعرفش المخ بالزبده. قال لي كل وادعي لي. بصراحه انا بعد ما اكلته مش عارف ادعي له ولا استغفر ربنا على الطعم اللي انا دقته. بصراحه ما عجبنيش سندوتش الكبده، وانا قلت للراجل، انا قلت له هقول رايي بصراحه. قال لي قول يا باشا. سندوتش الكبده بالزبده عندهم ما عجبنيش، دقته بعد كده في مكان تاني هبقى اقول لكم عليه، بس بصراحه كان حبنيش. حابب ان انا اخد معاه بطاطس يمكن يغير الطعم، مفيش فايده. ودي فراخ كنا جايبينها من عند هارت اتاك، مالناش دعوه بيها خالص، العيال كانوا طالبينها، فحبيت ان انا ايه اطلعها لكم في الكاميرا هي كمان. طبعا بعد اكله الكبده الجامده كان لازم نحلي. طب نحلي فين يا باشا؟ نحلي عند بلبن، كله في محطه الرمل مش هتتعب. فقلت جرب بقى ايه القشطوطه بتاعتهم. القشطوطه بتاعتهم بداوا ان هم ينوعوا فيها، شويه قشطوطه بالمكسرات، شويه قشطوطه بالمانجا، شويه قشطوطه باللوتس. فقلنا نجرب، مش هناكل رز بلبن، رز بلبن كده كده زهقانين منه. فقلنا نجرب بقى القشطوطه بالرز بلبن. وجايب برضو حاجه كده اختراع عندهم، طبعا كله عارف القنبله. على كده بقى قرب. ادي القنبله بتاعتهم، هنجربها واحده واحده، بس ايه نشوف بقى القشاطيط بتاعتهم شكلها عامله ازاي. جبنا شويه قشاطيط من عند قشطوطه بيه. ده جايب ايه ده؟ ده مكسرات، ده جايبها فاضيه واحنا اللي نحط المكسرات. ماشي ماشي يا ريس. يبقى كيس مكسرات تاني ماشي. قال لي ان انا طالب 2 مكسرات. دي اول واحده اللي هي دي قشطوطه بالكريمه تقريبا ولا ايه دي؟ تعالى كده. كانت هتقع كانت هتقع كانت هتقع القشطوطه، كانت هتقشطط الدنيا. دي قشطوطه بايه؟ دي بالكريمه دي. طيب دي نجرب بقى اللي هي بالكريمه ونقول راينا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هي حلوه بس الفانيليا فيها كتير، يعني طعم الفانيليا فيها كتير يعني، بس حلوه. بس انا مش حابب الفانيليا قوي يعني، طعم الفانيليا واضح فيها قوي. نشرب شويه ايه ميه عشان نعرف نتذوق الباقي. تاني اشطوطه معانا بقى دي برز بلبن دي تقريبا، بس ايه بقى؟ اه اشطوطه بالرز باللبن. لو جينا كده دي من غير لوتس نحط عليها في هنا ايه برضه، دي اشطوطه بالايه؟ دي باللوتس، دي باللوتس، يبقى نجرب اللوتس. دي بتاعت مين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول مره ادوق اللوتس، مش عارف اللوتس ده شكله ايه، بس اول مره ادوقه. بس الصوص شكله حلو والريحه بتاعتها حلوه. نجرب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده بسكوت، بسكوت بس حلوه. لا حلوه، حلوه قوي، حلوه قوي. اللي هي باللوتس بالبسكوت بالرز بلبن تحت طبعا. حلوه والله، حلوه جامده جامده، اختراع. دي بقى ايه بقى؟ دي هنحط عليها ايه بالظبط؟ دي اللي بالمكسرات المفروض. واحده بالمكسرات، نفتح المكسرات بتاعتنا. الكيس هيهرب، بس كيس المكسرات صغير قوي. اقول لكم على سعر كل واحده فيهم. نحط المكسرات بتاعتنا كده. لا بس شويه مكسرات حلوين، هم مش كتير بس حلوين. ندوق اللي بالمكسرات، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بقى كده ايه، حته قشطوطه مع حته رز بلبن. صراحه مش عارف اقيمها بعد اللوتس، مش عارف اقيمها، بس هي شغاله. بس اللي هياكلها ما ياكلش لوتس قبلها، مش هيستطعمها صراحه. يعني اللوتس بصراحه جميله. ناخد شويه شيل ده كده، وناخد ايه بق ميه. يا لهوي حر، ده بتصهد، دي بتصهد. انتوا حاطين فيها ايه؟ دي ساده، دي ساده صح كده؟ دي ساده، ساده خالص. لا مش حلو، مش عجباني، مش عجباني. خش بقى على القنبله. دي بنتي اللي اختارتها، بس مش عارف القنبله دي هتبقى طعمها ايه بصراحه. انا عارف القنبله بتبقى بسبوسه على كنافه على مانجا على ايس كريم على رز بلبن على قشطه. انا مش من هواة القشطه قوي، يعني في بسبوسه وفي كنافه وفي موز وفي طبعا صوص المانجا وفي تفاح. ده ليله جامده سعادتك، دي ناكلها وغسيل معده عدل. طيب اخد حته قشطه مع اني ماليش في القشطه اصلا مع الحته دي كده. ده ايه ده؟ كل دي كنافه وفراوله كمان تحت، هو هيكون في حاجه غطسانه تحت؟ ده يا لهوي، ده في ليله جامده سعادتك تحت وفي تفاح. الله 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 الله. لا ده انت كل ما تغوط تلاقي القنبله بتاعتهم عمرانه. بسم الله الله اكبر. كل ما تغوط تلاقي. كل ده عند بلبن. ندوق كده القنبله ونقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم. لا بالنسبه للقنبله اللي دقتها قبل كده، لا هم مش عارفها في القنبله. انا ارجع تاني للوتس بصراحه عشان احل بيها. قولي لي اللوتس الله يرضى عليكي كده. انا اختم باللوتس لان اللوتس بصراحه تحفه. اللوتس تحفه. انا اختم باللوتس واقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين وتعالوا كلوا معايا. طبعا احنا قلنا ان هو رغيف كبده اللي كلنا عنده في الجزء الاولاني ده موجود برده في محطه الرمل، وبلبن ده في محطه الرمل. ما ينفعش تكون في اسكندريه ولا تزور ده ولا تزور ده، الاثنين حلوين والاثنين يستحقوا التجربه. بس دي بصراحه تستحق فعلا ان هي تكون ملكه الاشطوطه. سلام عليكم.